عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو الترم التاني بدأ وانت حاسس انك لسه واقف مكانك ومش عارف تبدأ منين، او حاسس انك متأخر عن غيرك، احب اطمنك. الاحساس ده طبيعي جدا. الفيديو ده هيساعدك كتير. اول حاجة، اقفل صفحة الترم الاول. الترم الاول خلص، مهما كان شكله. نجحت، فشلت، قصرت، تعبت، خلاص ترم وخلص. الوقوف عند اللي فات هيعطلك. اقفله ذهنيا وابدأ صفحة جديدة وربنا كريم. تاني حاجة، ابدأ بالحاجات الخفيفة ومتوقفش. أكبر غلطة إنك تستصغر الحاجة الصغيرة. صفحة واحدة، 10 دقايق، محاضرة واحدة. الاستمرار في القليل أحسن 1000 مرة من حماس يومين. تالت حاجة، افهم قبل ما تحفظ. ما تدخلش تحفظ وانت مش فاهم. اسمع الشرح، اقرأ بهدوء، اسأل لو مش فاهم. الفهم هيوفر عليك وقت ومجهود كبير بعد كده. رابع حاجة، اعمل خطة بسيطة تمشي عليها. مش محتاج جدول معقد. اكتب كل يوم هتذاكر ايه ومدة قد ايه، حتى لو ساعة واحدة. الخطة اللي تمشي عليها أحسن من خطة حلوة على الورق بس. خامس حاجة، بلاش مقارنة. ما تبصش لحد بيقول خلص ايه أو ذاكر قد ايه. كل واحد وليه ظروفه وليه دماغه وليه طريقته. قارن نفسك بنفسك امبارح وبس. سادس حاجة، نظم وقتك مش تضغطه. ذاكر بس يسيب وقت راحة. دماغك محتاجة تفصل عشان تستوعب. الضغط الزايد نتيجته تعب وإحباط. سابع حاجة، اهتم بنفسك قبل أي حاجة. نوم كويس، أكل منتظم، صلاة، وهدوء نفسي. الواحد لو تعبان من جوه مش هيبقى مركز في المذاكرة. تامن حاجة، لو وقعت قوم تاني. هتيجي أيام وتكسل أو تقف، ده طبيعي. المهم ما تسيبش نفسك للذنب. قوم وكمل من غير ما تكبر الموضوع. عادي، كلنا بنتعب وأوقات بنوقف المذاكرة. ما بيكونش فيه طاقة خالص للمذاكرة، بس لازم نكمل. الترم التاني مش سباق، هو فرصة إنك تحاول من جديد. ابدأ بهدوء، خطوة صغيرة كل يوم. مع الوقت هتشوف فرق كبير. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وخلونا نكمل المشوار سوا، خطوة خطوة. باي باي.